طب دلوقتي ايه الخطوات العمليه اللي تخليك تكتشف مهارتك الحقيقيه دي وتحولها لمشروع مربح؟ بص انا هقول لك على نظام مجرب من ناس حقيقيه نجحت بيه، مش كلام نظري. اول خطوه وده اللي عملته مع سيف خلال 6 شهور. سيف دكتور اسنان ناجح، حياته شغاله كويس وبيكسب فلوس محترمه، بس جاي يقول لي انا حاسس اني تايه، مش عارف انا بعمل ايه في حياتي. كل يوم نفس الروتين، نفس المرضى ونفس المشاكل. سيف كان محتاج يكتشف مهارته الحقيقيه اللي مش مرتبطه بشهادته الجامعيه. قلت له هنعمل تمرين بسيط جدا اسمه تمرين مراقبه الطاقه اليوميه لمده اسبوع كامل. كل ما تعمل حاجه في يومك اكتبها واكتب جنبها رقم من 1 ل 10. الرقم ده بيعبر عن مستوى الطاقه والسعاده اللي حسيته وانت بتعمل الحاجه دي. يعني مثلا لو قعدت تكلم صاحبك على التليفون ساعه وحسيت انك مبسوط ومتحمس، هتكتب مكالمه مع احمد وجنبها رقم 9. لو عملت تقرير في الشغل وحسيت بملل، هنقول كتابه التقارير وتكتب جنبها رقم 3. سيف عمل التمرين ده وبعد اسبوع لما جمعنا نتائج لقيناها حاجه مذهله. كل الحاجات اللي اخدت رقم 8 او 9 او 10 كانت مرتبطه بحاجه واحده بس: التواصل مع الناس وحل مشاكلهم النفسيه. سيف لقى ان لما بيقعد مع مريض خايف ويطمنه، او لما يشرح لحد عمليه صعبه بطريقه مفهومه، او حتى لما يساعد زمايله يحلوا مشاكل شخصيه، ده بيديله طاقه جباره. من هنا اكتشفنا ان سيف عنده مهاره حقيقيه في الدعم النفسي والتواصل العلاجي، مش بس كدكتور اسنان، لا كانسان يقدر يدي الامان والطمانينه للناس في اللحظات الصعبه. وده كان بدايه رحله سيف لتطوير مهارته الحقيقيه. والنقطه هنا ان المهاره دي مش شرط تبقى بعيده عن شغلك الحالي. انت ممكن تطور مهاره جانبيه تساعدك انك تبقى مميز في شغلك ده. مش لازم طول الوقت تبقى بتدور على شغل جديد او حياه مختلفه. انت ممكن تبقى اكتر حد مميز في شغلك بسبب مهارات جانبيه غيرك ما بيعملهاش، وهي دي بقى نقطة التميز. تاني خطوة قاعدة الألف ساعة المركزة. في دراسة من جامعة كامبريدج سنة 2020 قالت إن أي إنسان يقدر يوصل لمستوى خبير في مهارة معينة لو ركز عليها 1000 ساعة بطريقة صحيحة. يعني لو خصصت ساعة واحدة بس كل يوم لمهارتك، في خلال 3 سنين هتبقى خبير فيها. بس المهم إن الساعات دي تبقى ساعات مركزة، مش مجرد وقت بيعدي. يعني إيه؟ يعني تبقى مركز 100% في اللي بتعمله، بتتعلم حاجه جديده او حتى بتتحدى نفسك، بتطلع من منطقه الراحه بتاعتك، مش زي اللي يفتح يوتيوب ويتفرج على فيديوهات عشوائيه ويقول انا كده بتعلم.